الإنسان يكتشف حنان أمه من أول لحظة يطلع بيها من بطنها، ويمكن يكتشفه هو وبطنها، بس الأب. بابا الله يخليك، كافي تشيل هم زيادة عن اللزوم. انت صدق جاي تأذيني بحجك، بس أنا فرحان بيك. انت اول ما كبروا الجهال قمت تحسب علينا حساب مال العرب. انتوا صدق كلكم ناكرين المعروف، يعني أقرب الناس إلي ما يحسون بالألم والوجع مالي. مرات أنا دب الروح، أبوك من أبوي، مرات أضطر أهدده. لا تقيس زمن الأشياء على توقيت حذائك. ايش بيه حلاوتك ايش بيه؟ بس حلاوة ما يعجب مو؟ اشتغلوا يا يمو، هلا ساعتين ما اتحمله. عيب هذا الحكي حسام، عيب. ابوك هذا مع الأسف معظمنا ما يعرف قيمته إلا من يصير هو أب. الدكتور وليد منطي للمريض جرعة زايدة من البنج. انت ليش وقت تبقى هيك تكذب علي؟ ليش وقت تبقى تعاملني كأي وحدة غبية؟ جاوبني، ليش ما تجاوبني؟ هاي ايدك اذا مدت مرة ثانية اكسرها، فهمتي؟ وخري. حبيبي وسيم وينك؟ يمك أنا. اللي يستغل أسرار المرضى ويتاجر بيها مو صعبة عليه يتشدد. تريد تطلقين حتى يفرغ لك الجو، انت وهذا النبي عشيقك مو؟ لك انت طبيب له عصابتي. اسمع لك، هذا شغل العصابات والشقاوات الا ادفعك ثمنه غالي. خالك لحظة. وإذا تريد الصراحة أنا ما دا أحس وياك بالأمان. شبه مو عليك. أنت واحد مريض بالشك. أنا لو أريد أهجم بيتك كان وديت الفيديو لزوجك. عارف سويت الشاي حطاطة، أبسط ما يكون. خشمك حاطة بكل شيء. أبسط ما يكون. يا معود أنا أبسط شيء عندي تصليح ستلايت، وأنا مغمض أصلحه. يقول لك 16/3 تقسيم 4/3 يساوي شنو؟ اشو المحرك حمى وطلع منه دخان. هاي أبسط ما يكون. عندي أهم من الحبل. رجيك يريد سكور اسبانه. صدق كاك رئيسي؟ ليه؟ شعرفتي هسه سويت الشاي بعد وين؟ جيران نزلوا بالطرف يا يما عبوا أخ سلمان من العالم. شوفوا لي جد من يا كثر شنو نسبوا. اسكت أرجوك أخ سلمان. يا يما أنا شلون ورطة هاي؟ حتى هذا السلاح روسي، هذا دستويفسكي روسي يبني الفكر، بس هذا السلاح يجيب الفقر. إجاكم يا الفقر يا أبوي. انت جابك ببيتي كان استعيت لك احنا جوارين. ما أقبل تتعامل وياي بهاي الطريقة. ولك سلمان، ولك دولة يا جيراني اللي تحبهم. ابو القادر فوز اثنين وياه. شنو بي كي سي يلا شاشات يلا 3 وياه من على الحديقة. أقدر أعرف ذولا شنو دخلوا بيتي؟ انت جاري وبحمايتي. أنا جارك وحق الجار على الجار، أرجوك. عفا عليك. يعني هاي الكتب القارية كلها ما بيها فد موضوع مساعدة الجار؟ فرمان على الجيران، ذولا شلون راح أتفاهم وياهم؟ انطيني سبب واحد يخليك تريد تبقى بالعراق. هواي اسباب، شغلي، عائلتي، اصدقائي. بعدين انا ناجح، انا ليش لا اجازف؟
لم يخلف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وعده لناخبيه بتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشديد شروطها ومنع دخول البلاد على رعايا دول بعينها وعلى المسلمين بشكل خاص. هذه الجولة هو الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 6 دول عربية وإيران من دخول الولايات المتحدة. تتعالى أصوات المنددين في الولايات المتحدة وخارجها إزاء قرار حظر الهجرة الجديد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع. باشر عقب من يصير عندك طفل هناك راح تضمن له كل شيء، تعليم صحيح، ضمان صحي، فرصة عمل. كل هذا تريد تحرم ولدك من عنده ليش؟ بكالوريوس تمريض وتشتغل بالحدادة وبالصحيات، قبلها حتى سايق تاكسي ويشتغل. ليش ما اشتغلت بشهادتك؟ ليش ما اشتغلت بشهادتك؟ ممكن اروح اغسل مواعين، اشتغل بمخزن، بس على الاقل هناك اكو دولة تشوفني رقم، مو تشوفني كردي لو سني لو شيعي لو تركماني ووراها عود تقيم شلون تعاملني. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. غلطت، أنا جبتها بإيدي هاي الحقيرة ودخلتها للبيت. شفتها بعيني أنا مو مخبل. هذا الحكي بيني وبينك، بس إذا فكرتي تروحين تقولي لحد تعرفين أنا إيش راح أسوي بيك؟ راح أقتل أهلك كلهم. أكشن. يلا يلا يلا. البيت ايش تسوي اللقطة؟
you can see him or no? هلا وخر النضاع تعال معي. عيد when the baby stop you focus little and then تعال اركض عليه بسرعة. يعني إذا أردنا نسقط دولة شلون؟ أول شغلة نضربها الإعلام، نحاربهم إعلاميا، يعني بالتلفزيون وبالراديون وبالسوشيال ميديا. أقعد. أقول لك رهب صارت أحوال خط ونخلة وفسفورة. ولكم وحدة ما تسوى فلسي أنا بسوق النسوان. هالشكل اللي تسوي بينا شوف كم زلمة كل واحد كرش ايش قده. نلعب بين كت بطل. ولك يعني حكينا أنا كم حكاية بالشاوتات مش نسعى له ذني حبسنا واشتكن علينا. لعد لا نحكي صدق. كنظرة أولى حبيبتي ميادة أحب أقول لك إنه راجلك دا يخونك. سوقتك الخاطرة الله أكذب عليها يعني دا يخونها. قوموا ودوني عليه دلوني عليها الخاين أبو الفتوك هذا وينه؟ يقول لك لبس السواد 7 العباد يوم فيديو